الطريقه المثلى لعمل احلى طبق فول ممكن تاكله في حياتك، ومن اول لقمه هتعرف الفرق. جيب دماسه او قدره او حله، اي حاجه موجوده عندك، نص كيلو فول، حبايه كبيره، كوبايه فول مدشوش، وكوبايه حمص كبيره، وكوبايه عدس، وانزل بكل ده في الدماسه. وبما اني اكتشفت ان الدماسه بتاعتي صغيره، انا هنزل فيها بكل المكونات دي وارفعهم على النار ياخدوا سلقه بسيطه كده، وهنقلهم في حله تانية. اهم حاجه نغطي الحاجه دي كلها بميه خالص. يلا بينا على النار، ارفعها على نار هاديه او نار متوسطه في البدايه، علشان بعد كده هنهديها خالص. زي ما انتم شايفين كده نقلتهم في حله كبيره وبعدين غطيتها ميه. بس اهم حاجه الميه تكون مغليه، مش هينفع ننزل على الفول بعد ما يغلي بميه بارده، لازم الميه اللي هنزودها تكون مغليه. بعدين هننزل بكوبايه العدس وطماطمايه وليمونيه مقسومين نصين، وهتنزل بمعلقتين كركم في ميه وتدوبهم خالص، وتقلب بقى التقليبه اللذيذه بتاعتك، احلى تقليبه. وغطي بقى، كل ما ينشف الميه فيه او الميه تقل هنزوده ميه مغليه، لازم الميه تكون مغليه. وزود الميه خالص لحد ما تغطي الفول نهائي، وبعدين تبدا تقلب التقليبه الاخيره علشان ما يبقاش في حاجه لازقه تحت. قلب قلب قلب، ما شاء الله شايفين الفول عامله ازاي. وبعدين غطي، وهكذا كل شويه تفتح عليه وتزود ميه، تفتح عليه وتزود ميه، وهكذا لحد ما تاخد احلى فول. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين اللون والحلاوه؟ تحفه تحفه. غطي عليه بقى، وكده بعد 8 ساعات الفول بقى جاهز معانا. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله، لون وقوام وطعم ولا اروع. هتدوق فول ما كلتوش قبل كده وعن تحدي وثقه. ما شاء الله. اديله بقى رشه زيت زيتون جميله مع رشه طحينه بسيطه كده. ما شاء الله. شويه الملح اللذاذ بقى، واديله بقى اخر حاجه كمون. والفول ما بيحتاجش اكتر من كده. وهات اللقمه الجميله بتاعتك وسمي بسم الله، وهتدوق وهتدعيلي، وانا واثق ان انت هتدوق طعم ما كلتوش قبل كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بألف هنا وشفت مقدما، يعني تحفة. ياخد 10/10. ما اظنش ان بعد الفيديو ده حد هيشتري فول من بره. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي.